السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف شطرنج. معكم رياض رضوان. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وترك تعليق إيجابي وضغط زر الإعجاب. راح نشوف بهذا الفيديو موقف جميل جدا في تفريعات دقيقة ونهاية يعني جميلة. هون النقلة على الأسود، ولكن اللاعب الأبيض سوف يربح. إذا نوقف الفيديو وحاول تلاقي كيف راح يربح اللاعب الأبيض. طبعا بهذا الموقف نقلة على اللاعب الأسود. فإذا خلينا نشوف شو أفضل التفريعات. طبعا هون اللاعب الأسود إذا حاول يخترق بأي طريقة بالبيادق هون ما رح يكون عنده وقت، لأنه اللاعب الأبيض عنده مبادرة هون كوين، أو طبعا حصان ما بتفيده، يعني رح يكون في عنا كشمات. هاي الفكرة هون إنه ما في يخترق، يعني ما عنده الوقت الكافي. فالأفضل إنه يتقدم بالجي 3 مع كش. طبعا الملك لازم يروح على الجي 2. ليش؟ لأنه إذا إجا على الإف 1 مثلا أو على الجي 1 إجا على الصف الأخير، وهيك يعني اللاعب الأسود راح يصير في عنده اختراقة مع كش أو ترقية مع كش، وبالتالي راح يكسب المبادرة. طبعا كوين مثل ما شايف كوين، فالآن يعني في عنا ترقية مع كش، فلذلك من الأول يعني اللاعب الخبير بيحسب هيك حسابات، فبيروح على الجي 2 حتى ما يجي على الصف الأول. فهون اللاعب الأسود رح يلعب H3 كش. طبعا في عنا فخ صغير هون. انت كلاعب ابيض شو اللي راح تاخده؟ هل راح تاخد البيدق G3 او راح تاخد البيدق H3؟ طبعا لازم تاخد البيدق G3، لانك اذا اخذت البيدق H3 راح يكون الموقف تعادل، راح ينتهي الموقف تعادل. هلا راح نشوف ليش. راح نرجع على السريع ونحلل بالعكس، راح نشوف اذا ليش اخذت البيدق H3 راح يكون تعادل. المهم راح تاخد البيدق G3. فهون راح يتقدم اللاعب الأسود بالبيدق، فهون إجباري راح تاكله، وهون اللاعب الأسود راح ياخد هاد البيدق. طبعا راح تتقدم، راح يجي الملك على الاتش 4. الآن ترقية لوزير. راح يلعب اللاعب الأسود A5، ولاحظ اللاعب الأسود استخدم تقنية اسمها الدفن الذاتي. الملك دفن ذاته لحتى يكسب ستيل مات، وراح يصير عنا الموقف تعادل. فإذا هون الترقية لوزير ما راح تفيد إطلاقا، فلذلك هون الترقية لحصان هي النقلة الوحيدة الصحيحة بهذا الموقف. الآن بعد ما يغطي على نفسه الملك ويلعب نقلة A5، راح تضطر انك تضحي بالحصان اجباري، فراح ياكل. والآن راح تتقدم بالبيدق H7. الآن راح ياكل، وعندك ترقية لوزير، والآن أيضا راح ياكل البيدق F4. لاحظ نفس الفكرة، ولكن الآن عندك نقلة قوية وهي التضحية بالوزير من الخانة E5. إذا لاحظ تضحية بحصان، ترقية لحصان، تضحية بوزير بعد ترقية فيه، فإجباري هون راح ياكل. والآن راح تتقدم، راح يتقدم. طبعا ما كتير فرق الخانات. والآن ترقية لوزير ما راح تفيده شيء. ليش؟ لأنه هون راح يتقدم. ملاحظ يعني هذا البيدق لا يمكن إيقافه، وإذا صار في عنا وزير يعني راح يصير الوضع تعادل، راح تضطر تلحقه. راح يترقى لوزير وراح تاخذ الوزير وعنا ستيل مات. إذا شو الأفضل؟ الأفضل هون إنك تترقى لحصان. طبعا هون إذا إجا البيدق على الإي2 راح تروح بالحصان، وبدك كشمات طبعا، وما في اي طريقة لا منع ترقية لوزير، راح تاكل كشمات بالحصان. فاذا هذا هو حل اللغز. في عنا 3 ترقيات، ترقيتين لحصان وترقية لوزير منضحي فيه. الان نرجع منجاوب على السؤال ليش هون اخذ البيدق H3 راح يؤدي للتعادل، ما راح تنجح هاي الخطة. فهون مثلا
راح يتقدم بالبيدق، راح تضطر تاكله. والآن راح يلعب بنفس الاستراتيجية، راح يحاول يعني يخنق نفسه بالملك، راح تتقدم وراح يتقدم بالملك على الاي 4. وهون ترقية لوزير شفناها راح تؤدي للتعادل، فانت مضطر انك ترقي لنايت. طبعا هون راح يلعب النقلة اي 4، ما عنده غيرها لا يسكر على نفسه. الآن راح تضحي بالحصان لحتى يعني تعطي نقلة لخصمك، راح ياكل الحصان، راح تتقدم، راح يتقدم. والآن راح ترقي لوزير، فالآن راح ياكل. ولاحظ اللاعب الأسود ما عنده أي نقلات، فاللاعب الأبيض راح يضطر إنه يضحي بالوزير حتى يعطي نقلة لخصمه. الآن البيدق راح ياكل. الآن راح تتقدم، راح يتقدم بالبيدق اي، راح تتقدم بالبيدق دي، راح يتقدم بالبيدق اي. طبعا عم اعطيكم افضل النقلات بدون التحليلات المعقدة. الآن تضحية لوزير راح تؤدي لنفس الفكرة السابقة، راح يتقدم على البيدق A2، تضطر انك تاخذ البيدق A2 ويكون عندنا ستيل مات. فلذلك النقلة الافضل هي الترقية لحصان. والآن البيدق A2. طبعا اذا جبته بالملك راح تضطر تاكله، راح يرقي لوزير مع كشفة، راح يصير وضع تعادل. وإذا لعبت على نفس الفكرة السابقة، الحصان يجي على البي 7 وبده كشمات من المربع C5. الآن لاحظ الفرق الجوهري بين النقلتين، صار في عنا ترقية الحصان مع كش، وراح يسقط البيدق D3. أي نقلة مثلا على الF1 راح ياخد البيدق D3 ويحمي خانة الكشمات، يحمي الخانة C5. وبالتالي هذا الموقف راح يصير في عنا أفضلية حاسمة للاعب الأسود، لأنه يعني راح يسقط هذا البيدق وراح يصير في عنا موقف رابح للاعب الأبيض. فإذا شفنا يعني دقيق جدا، لازم تكون يعني تعرف أي بيدق راح تاخذ. فهي النهايات البيدقية هون نهايات دقيقة. فهذا كان الفيديو لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم الموقف. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.